ما الفرق بين الغيبة والنميمة والبهتان وكيف أتوب منهم؟ أول حاجة يا جماعة، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. أنا دلوقتي قاعد في مجلس وبقول إن فلان الفلاني ده بخيل، واحد يقوم يقول لي يا عم ده أنت كده بتغتابه ليه؟ يقول له ما يا عم هو فعلا بخيل. هذه يا جماعة غيبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. قلنا يا رسول الله وإن كان فيه، يعني فعلا الحاجة دي فيه، قال فقد اغتبته. الأمر الثاني يا جماعة هو النميمة. النميمة دي اللي انت بتوقع بين شخصين، يعني مثلا قاعد في جلسة وواحد قال على واحد غايب كلمة، تمام، تروح انت من وراه تروح ده تقول له ده فلان الفلاني قال عليك كذا وكذا وكذا، فيحصل ان انت توقع بين الاثنين، وطبعا ليها طرق كتيرة. يبقى النميمة اللي انت بتوقع بين شخصين. الحاجة بقى الثالثة هي الأصعب، هي البهتان. البهتان يا جماعة يعني الكذب، يعني أنا بقول حاجة على شخص وهي مش فيه بقى، لا ده أنا بكذب وبفتري عليه، الشخص ده فيه كذا وكذا وكذا، ده قال عليك كذا وكذا وكذا، وهو ما قالش كده وهو ما فيش الكلام ده. هذا هو البهتان. طب ازاي اتوب من الثلاثه دولت؟ اول حاجه يا جماعه اتوب ازاي؟ ان مثلا اول حاجه طبعا السماح، ان انا لو اقدر اروح استسمح من الشخص اللي انا اختبته او وقعت بينه وبين شخص تاني او قلت عليه بهتان وزور، اروح واقول له ان هو يسامحني، انا قلت عليك كذا وكذا وكذا، بالله عليك تسامحني. ده الامر الاول. اللي انا مش هقدر اقول كده، يبقى المجلس اللي انا كنت قاعد فيه وبختبر الراجل ده او وقعت بين الراجل ده، اقعد في نفس المجلس واذكره باشياء حسنه، مثلا قلت عليه مثلا بخيل، لا اقول ده كريم. الحاجه بقى الثالثه هي الاستغفار له والدعاء له، اللي انا استغفر لهذا الشخص كتير وادعي له كتير عشان ربنا يغفر لي يا جماعه، لان العذاب الغيبه والنميمه والبهتان عذاب عظيم، عذاب عظيم. انا طبعا مش هذكركم لان انواع كتيره جدا من العذاب، ومنها عذاب القبر بسبب الغيبه والنميمه والبهتان. والنصيحه اللي انا بقولها لكم، اوعى حد يغتاب حد، اوعى حد يوقع بين حد، اوعى حد يفتري على حد في الكلام. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.